كل أب بإيده يختار الأثر اللي هيسيبه في حياة ولاده. يا تختار تكون أب بيعمل المفروض وبس، يا إما تختار تكون أب مختلف ومؤثر في حياته. وخلي بالك، it's never too late. مفيش حاجة متأخرة. انت ممكن تغير علاقتك بأولادك في أي وقت على فكرة. وخليكوا دايما فاكرين إن بينا قاعدة. يا مساء الفل. في اب مقرر يبقى عادي في حياة ولاده. والله شوفوا انتوا عايزين كام وانا هحطها على الترابيزة اول كل شهر وما تسألونيش عن حاجة. وفي اب مقرر ما يبقاش عادي، يفهم اولاده، يفهم مشاعرهم، احتياجاتهم، وكل واحد على حسب شخصيته، لان الطبيعي اكيد بقى كبرنا وفهمنا ان مش كل الاولاد بتتعامل بنفس الطريقة. وفي اب ممكن يكون كان عادي بس اختار في نص الطريق ما يبقاش عادي. انا بقى معايا النهارده استشاري تربيه وعلاقات اسريه، استاذ يحيى فؤاد، وبنوته الجميله هنا. ازيك؟ منوريني. ميرسي. نورك. انتوا قصتكم ملهمه بالنسبه لي، فانا كلي اذان وصاغيه. انا عايزه اسمع انت امتى قررت تبقى اب مش عادي في حياه اولادك؟ الأول أنا بشكرك على الاستضافة، وبشكرك على الكلام الجميل ده. ميرسي. آه يعني هجيبها لك من البداية. لما عرفت إن تأثير التربية في حياتنا مهم جدا. عرفت الكلام ده إمتى؟ وأنا من حوالي 10-12 سنة، لما كنت باخد كورس معين ليا أنا شخصيا، واكتشفت ان مشاكلي كلها اللي انا مريت بيها، من انفصال، من شغل، من حاجات كتير، ما بعرفش اقول لا، حاجات كتيره جدا كان ليها علاقه بالاحتياجات بتاعه التربيه اللي انا ما خدتهاش، او كان جروح من الماضي بسبب اب وام او مجتمع كنت عايش فيه. عظيم. ونسيت حلمي. حلمت يا رب، دعيتها، انا فاكر كويس جدا، قلت له يا رب انا نفسي اساعد شباب ما يمروش بالتجارب القاسيه اللي انا مريت بيها في حياتي. انا مريت بتجارب قاسيه كتير، فيا رب ساعدني اعمل ده. ونسيت حلمي. البدايه كانت ان انا 2020 انا كنت عايش بره مصر، ونزلت اجازه، فجت عهد بنتي الكبيره، جت قالت لي بابا لو سمحت ما تسافرش تاني، عايزك تقعد. فقلت خلاص، يعني شهر وهينسوني، عايزين بقى الحاجات الهدايا اللي مش عارف ايه. فقعدنا مع بعض في بيت واحد. اه فابتديت اتعامل معاهم، فابتديت احس اقول ايه وما اقولش ايه، اعمل ايه وما اعملش ايه. طب اللي انا بقوله ده كويس، طب ازعق، طب اتكلم براحه، طب اطبطب، طب يعني عارفه لخبطه. كنت غايب عنهم قد ايه؟ احنا كنا مع بعض، بس انا برضو من ضمن الوجع اللي انا مريت بيه في حياتي ان انا ما كنتش، يعني هم اتاخدوا مني حوالي 7 سنين انا ما اعرفش عنهم حاجه 7 خالص. سنين. بعد اوكي، مفيش الانفصال. اتصالات، مفيش لا، فيديو كولز، لا مفيش حاجه. خالص. 7 سنين انا ما اعرفش حاجه عنهم. والحقيقه ان انا كنت محتاج في ال7 سنين دي احس بالابوه. فرحت، لان خلاص وصلت المرحله ان انا خلاص، انا يعني فقدت الامل. وانا رحت اتبنيت اطفال فعلا. عشان احس بالاحساس. لان كان اكتر حاجه بتوجعني هايدي وانا داخل سوبر ماركت، والاقي الاسره اللي هي الاب والام والاطفال قاعدين في الباسكت انا ده كان اكتر منظر مؤلم جدا في حياتي. ممكن الاب يبقى ده متضايق جدا، هيدفع فلوس وحاجات من دي، انا ما اعرفش احساسه، بس انا كنت ممكن الموقف ده يخليني اعيط الحقيقه. مفتقده. فرحت اتبنيت اطفال. كانت سنه 2004، 2014 سوري. ولحد النهارده بروح للاطفال، ولحد النهارده اوقات باخدهم معايا. دول كانوا شاهدين على وجعي والمي في يوم من الايام يعني. فاللي حصل ايه، ان انا قعدت فقلت طب اعمل ايه ما اعملش ايه. فبقيت قاعد انا وهم قاعدين في البيت ومش عارف اتصرف ازاي. وخدت قرار ان انا اروح اتعلم ازاي اكون اب. وافتكرت حلمي اللي هو انا مش عايزهم يمروا باللي انا مريت بيه. وهو ده كان الدافع بتاعي، ان انا اروح اتعلم، اروح افهم ايه اللي اقوله، ايه اللي ما اقولوش، ايه امتى طبطب، امتى احضن،
امتى افهم، امتى استوعب، امتى اديها مساحتها في الكلام، امتى اكون حازم. انا ما كنتش اعرف. على فكره كلنا مش عارفين، صح. بس هي الفكره انا من حب ليهم ما كنتش عايزهم يطلعوا مشوهين نفسيا او يمروا باللي انا مريت بيه انت كنت عايز تأثر في الناس، فلقيت خالص الفرصة ان انت عايز خالص. تأثر في اولادك اهم. ولا سوري، ولا كان في دماغي حد. لا، حلمك القديم. ما كانش حلمك في القديم دماغي. كان ان انت تأثر في ايه؟ افتكرته وانا في نص الرحله، بالصدفة. نسيته. اوكي. انا ما كانش في دماغي حد، انا ما كانش في دماغي ولاد الناس، انا دماغي ولادي. عايز اطلعهم اسويه، عايزهم بعد عمر طويل يعني لما اموت ربنا ي يديك الصحة. ي ي يقول الله يرحمه، يفتكروني لان انا قعدت مع نماذج ما كانوش عارفين يقول الله يرحمه، ما كانوش عارفين يقولوا ده. من شدة القسوة. بصي، بقصد او بدون قصد، انا مش عايز اظلم حد. صح، في ناس على فكرة اغلب الاهالي ربت وهي مش قاصدة ان هي دي توجع. حقيقه. في ناس ما كانش قصدها، في ناس ما كانتش فاهمه، في ناس راحت من الدنيا ونسيت تربي ولادها وتدي حب وتدي حنان. فالاب فما كان بالنسبه لي انا محتاج ابذل مجهود في العلاقه دي واستثمر فيها، مش مادي قد ما هو نفسي. فانا بقيت بقى إيه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى من رحمته معانا قوي، وانا مؤمن بده جدا. سل تعطى. لما تكون صادق في نيتك هيسخر الدنيا كلها مم. عشان تحقق اللي انت عايزه. انا مؤمن جدا بده. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان في التوقيت ده حصلت كورونا. فانا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بروح اتعلم وارجع اطبق في اللوك داون. احنا البيوت كلها مقفوله، فارجع اقول لهم بصوا انا اتعلمت كذا النهارده، طب تعالوا نعمل ميتنج كل اسبوع، طب تعالوا نشوف ايجابيات وسلبيات كل واحد. عايزة بداية الرحلة من عندها بقى، عايزة اعرف نظرتهم هم لبداية الرحلة عاملة ازاي. دلوقتي إيه، انتي باباكي ما كنتش عايشة معاه 7 سنين. كان الموضوع صدمة. حتة ان انا بكتشف بابا، يعني انا عارفة بابا بس بكتشفه من اول وجديد. الموضوع ابدا ما كانش سهل، ويمكن اول مرة اقولها له، بس كان دايما بحس ان هو سوبر هيرو. هو بيديني حاجات هو ما عاشهاش، في حضن، في كواليتي تايم، في بيسمع. يعني انا بقول له مثلا بابا صحابي مش عارف ايه، بيتقبل اصلا انا عندي بوي بيست فريند مثلا صحابي بره. فالموضوع ابدا ما كانش في البداية الموضوع كان غريب بالنسبة لك. جدا. لا، انا فين؟ عارفه انا مين؟ احنا فين؟ بنعمل ايه هنا؟ لا، كان غريب. وما كنتيش مصدقة الكلام ايا كان هو اتقال ايه. لما عشته مع بابا ما صدقتوش، يعني عارفه صلح اللي كان عندي. فلما بشوف لا، ايه ده؟ ما كانش ده اللي انا بسمع عنه خالص. يعني فاهمه effort، هو بيديني effort فعلا. ما كانش الموضوع كلام، لا بقى افعال. اصل في اولاد بتبقى مش متقبلة، خلاص انا مقفولة جدا والناحية دي انا مش عايزة اتعامل معاها، وانا واخدة فكرة معينة وماشية على اساسها ومش عايزة اتعامل، فاهمه. هي فبيبقوا ممكن قافلين نفسهم في جدار. واجهت اختي مثلا الكبيره. في الاول كان هي واخده جنب او حاطه حاجز كده، لا مش عايزه. لما ادت نفسها فرصة ان هي تكتشف، لا الموضوع اختلف. فواحدة ومرة ورا التانية ورا التالتة، لا الموضوع اختلف معانا احنا التلاتة. ايه اللي انت كنت مفتقداه خلال ال7 سنين واتملى عندك بعد ما رجعتوا؟ كل حاجة، واكتر حاجة عاطفيا. يعني فاهمة، انا قبل بابا عارفة الطفلة الكشة بعمل كل حاجة لنفسي. ما كنتش حاسة شوية بالأنوثة. امم يعني فاهمة، اللي هو انا بنوتة بقى بتدلع. لا الموضوع ما كانش كده. فانا بعمل كل حاجه لنفسي، في مدرسه، في مشاوير، في اي حاجه. يعني فاهمه. دلوقتي بوجود بابا انا بعيش انوثتي بجد. وحتى لو عملتي الحاجه بس حاسه ان انت لا محميه. انا يعني انت لو تشوفي تليفونه كل شويه الو يعني انا بعمل كذا كذا، اعمل ايه؟ يلا هنا جربي وروحي. كفايه اصلا حته جربي وروحي وانا مسنوده. لا تفرق غير وانا لوحدي. لو انا وانا لوحدي انا ما ينفعش اغلط. ما ينفعش اغلط يعني. فكان الموضوع لود عليا وانا مش فاهمه. انا طفله مش فاهمه. فبوجوده لا، دي اكبر حاجه تقريبا اختلفت معايا. يعني شايف حتى قد انا ايه؟ بقفش نفسي في التمرين. تمرين مثلا انا بتمرن فروسيه. مم. كذا مره الاحظ ان انا دايما باصه لبابا، عارفه انت جنبي. يعني فاهمه، بصاله دايما وانا وقت التمرين او بتمرن، هو دايما بيحاضر معايا.
فاللي هو ايه ده بجد انا محتاجه لك لحد دلوقتي يعني كده. كنت عايزاه يتفرج عليكي في كل حاجه كل بتعمليها. حاجه شوف كل بقى حاجه بنتك وصلت نجاحي، لفين. انا نجاحي في الجامعه برضو نفس الكلام. بابا اول حد بكلمه انا نجحت، او بجد اول حد بكلمه وانا اصلا داخله الامتحان. بابا انا متوتره خلصت الامتحان، فهو بيكلمني هي عملتي ايه. فانا حد دايما اصلا كان عندي مشكله دايما ان هو فاجئنا مع بعض براجع الاجابات. ايوه مشكلتنا كلنا، بعد ما دايما نخلص كله بيطلع براجع غلط في الآخر. دايما براجع الاجابات. انا خلاص اللي حصل حصل، لا تبكي على اللبن المسكوب. ايوه. فلا ان انا قاعده مستنيه، لا لسه لحد دلوقتي صراحه. ما هو برضه 7 سنين، ده الواحد بيتغير في سنه. لا، ما انا المفاجاه فين؟ ان في اهالي قاعدين مع اولادهم وما يعرفوش ولادهم بيحبوا ايه، مين، ايه اللون المفضل لابنه، مين انتيم ابنه، مين اللعيب اللي ابنه بيحبه. في ناس عايشه مع اولادها طب بس ما فيش كتير. علاقه. فانا كان بالنسبه لي ابني علاقه، فكنت بتعلم وارجع اطبق، اقعد بقى معاهم. انت بتحب لون ايه يا عمرو؟ هنا انت مين مطربك المفضل؟ طب انت بقعد ادخل جوه 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 بحيث ان انا اعرف هم مين. ولازم برضو الحته دي كانت مهمه. احنا الاتنين كنا بنكتشف بعض يا هايدي، لان هم كان بيتقال عليا كلام وفي ال7 سنين ده ان ده بابا حد مش كويس يعني. فالفكره فين؟ انا ما كنتش بعمل ده عشان اكسب رضاه، لا، انا كنت بعمل ده وانا حقيقي، لان انا كنت بغير من نفسي. انا الاب اللي وقف في يوم من الايام سجاير وبطل النهارده 9 سنين عشان اعرف اقول لابني لو سمحت ما ينفعش تشرب سجاير. ليه؟ لان انا كان في يوم من الايام اللي كان بيقول لي ما تشربش سجاير كان في بقه السيجاره، فانا مش قادر اقتنع. هو انت بتقول لي كلام ما بتعملوش. صلي وانت ما بتصليش، ذاكر وانت بتلعن اليوم اللي انت نجحت فيه وتخرجت فيه وتعبت فيه لان المذاكره ما كانتش جايبه لك نتيجه. فكان عندنا نوع من الكونفيوزد. احنا بنقول تناقض. كلام ما بنعملوش. مم. احنا بنقول. فهم لما فهمت ان التربيه هي افعال مش اقوال، ابنك بيشوفك مش بيسمعك، فابتديت اشتغل على الحته دي. ابتديت افهم طب هو هيشوفني النهارده بزعق، طب هو هيشوفني النهارده بشتم او لساني طويل، طب هو هيشوفني امين ولا لا، طب هو هيشوفني في التعامل مع بعض، ما هو في تعامل. فبيشوفني مع البقال عامل ازاي، بيشوفني مع الراجل بتاع الفاكهه عامل ازاي، بيشوفني بيتفرج عليا، هو قاعد بيتفرج عليا، شوف رد فعلي. انت صادق في اللي بتعمله معانا ولا انت بتفيك معايا كلام وفي المجتمع بره بتقول كلام. وكأن عين اولادك هي كاميرا بتصورك وتصور افعالك. 24 ساعه، مم. 24 ساعه انت بجد. متراقب. انا متراقب 24 ساعه. بس كنت حابب ده لسبب، لان انا كان عندي هدف، كان عندي تارجت، هدف ان هم يطلعوا اسوياء. فمش مشكله، ده دوري يعني. دوري ان ما هو اوقات كتير بيبقى دورنا ان احنا نشتغل ومش عارف ايه. بصي، كنت انا بخاف من حاجه هايدي قوي، كنت بخاف قوي قوي، بترعب من الايه القرانيه آه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. انا كنت بترعب، خايف اكون عايش في انكار، في دينايل، خايف ان انا اكون عايش بعمل حاجات كتير قوي وبعمل لاولادي واهم نفسي. ليه بقى؟ وانا في معسكر في التربيه، كنت في معسكر العالم يحتاج الى اب، العالم يحتاج الى اب. منظومه كبيره جدا، ناس سخرت نفسها ان هي يبقوا مع بعض كاباء ويبتدوا ينشروا الفكر ده. ففي مره قاعد ففي في ال في ال في ال في ال في الكامب ده بنكتب جوابات الاب وابنه. فشفت صوره اب متغرب عايش بره بنته، ونزل عشان يعمل يحضر الكامب ده مع بنته. فبيقرا جواب بنته، وقف على المسرح. فالجواب كان ايه؟ بنته بتقول له يا ريتك ما سافرت، انا ما كنتش عايزه احسن عربيه، انا ما كنتش عايزه الهديه الجامده جدا اللي انت جبتها لي يوم تخرجي، انا كنت عايزه وجودك يوم تخرجي.
انا ما كنتش عايز اجمد هديه جبتها لي بعربيه يوم عيد ميلادي، لان انا كنت بدور عليك في وسط الحفله، كنت عايزك تبقى موجود. انا ما كنتش عايز السواق هو اللي يجيب لي اللي انت جبته لي في حياتي كله، انا كنت عايزك انت اللي تبقى موجود. الراجل وهو بيقرا نهار طبعا. وحس ان هو يا كل اللي انا عملته ده ما اثرش فيك، انت كنت محتاجه حاجه تانية انا ما كنتش عارفها. وهنا كانت بالنسبه لي نقطه تحول في حياتي، مش احتياج ولادك، مش اعرف عايزين هم فلوسك. عايزين ايه مش انا بعرف اعمل ايه. فرق كبير قوي هايدي بين انا بعرف اعمل ايه وبين هم محتاجين ايه. انا بعرف اجيب فلوس، بس هل هم محتاجين؟ طبعا، اكيد. بس هم محتاجين حاجه تانية. هم محتاجين كواليتي تايم، هم محتاجين ان انا اقعد اسمع، هم محتاجين ان انا اقعد افهم، هم محتاجين ان انا احتويهم، محتاجين يحسوا بالسند، محتاجين يحسوا بالامان، محتاجين يحسوا بطمانينه. ليه بقى؟ لان انا اكتشفت ان في يوم من الايام انا يحيى كنت محتاج احس بالحمايه، لان فاقد الشيء ولا بيعطيه ولا ما بيعطوهوش. فاقد الشيء لما بيعطيه بوجع عشان هو مش حاسه. وده الكونكلوجن اللي انا وصلت له في الاخر، ان فاقد الشيء هو بيعطيه بتشوه، هو بيحاول يديهولك عشان هو يحسه، عشان مش عشان يحميك. عشان يحمي نفسه هو، ايوه عشان ايوه. يحس بالحمايه. مم. فبتكتشفي ان نمو الاسره او نمو الابناء بيجي من اب بيدي حاجه، ام احتياجاتها. تكتشفي ايه؟ ان الاب وجوده من بعد سن 7 سنين لحد 14 سنه، لحد سن المراهقه. الام من سن 0 او 1 او شهر لحد 7 سنين، دور النيدز بتاع الطفل. بعد سن 14 سنه ولا بتاعت ام ولا اب، شارع واصحاب. فانت لو انت مش متواجد في الفتره من 7 ل 14، فما تلومش على سن المراهقه ان اولادك بيشربوا وبيعملوا بيسووا. ما هو بيجي لي النهارده حالات ابني ايوه، انت فين في الحقبه دي ما اديتلوش ليه؟ لا هو فاق على حدث معين مش عاجبه، ودي مشكلتنا. فاضطر يربي بقى. يبقى انت ما بتعمليش سنانك طول الوقت، ومره واحده سناني وجعاني وتشتكي وتروحي. فكان بالنسبه لي البدايه اركز مع اولادي جدا، ما كانش في دماغي اي حاجه تانية. عايز اطرح مأساوية، عايز ابني يعرف يقول لا، لان انا ما كنتش بعرف اقول لا. عايز ابني يكون عنده الشجاعه، لان انا ما كانش عندي شجاعه. عايز ابني يعرف يقدم استقالته في شغله، لان انا ما كنت اجبن من ان انا اقدم استقالتي في شغلي. عايز ابني يكتسب حاجات انا كنت احلم لو كان عندي اللي يشجعني ان انا اعملها كنت هبقى فيها. فبدأت الرحلة بقى من هنا، و ابتديت بقى يعني صحابي ونعمل ميتنج ونقعد وزوم ميتنج في كورونا، واعملوا كذا وقول لابنك كذا وطبطب على ابنك فابتدى الموضوع ينتشر ان انا حاسس احساس نفسي كل اب يحسه. عارفه لما تكوني حاسه ابنك قدامك سوي، قاعد قدامك في لغه حوار، بنتك بتتكلم معاكي، في حاجات عملناها بقى مع بعض، نقعد ونتكلم، ان هو يبقى عندها الشجاعه، مش خايفه منك، هي بتتكلم معاك بجد، هي بتنتقدك بحب، مش بتشاور عليك، ولا انت عايز توجعها ولا عايز توجعها. مبني النقاش على حب، موده، رحمه بينا، في طبطبه، مفيش ضغينه، مفيش غل، مفيش غباوه، مفيش مفيش قسوه. كبت كمان، يعني انت فاتح مجال الحوار، يعني صح. الموضوع هنا بيختلف، لان في ابهات عايزه الدنيا كلها سمعا وطاعه، انما هنا انت موضوع رايح Flexible. وجاي مم. مرن. صح. انتي حاسه ان كل اخواتك عندهم نفس الهارموني دي مع باباكي؟ اه فرقت آه. معاكم كلكم؟ كلنا احنا الاربعه الصراحه. انت حسيت ان فرقت معاهم كلهم بشكل مختلف؟ بصي، كل واحد فيهم انا لما بقعد اتفرج، انا بصي بعد ما قعدنا مع بعض شويه، فاحنا كنا دايما يعني عايزين نرجع الموضوع ده، لان بنعمل ميتنج كل اسبوع، نقعد وقعده فيها كده ايه صراحه الميتنج ممكن ياخد 3 ساعات. الله. 4. يعني فاياميها كنا مش لاقيين حاجه نعملها، كان كورونا، فالنهارده لازم نعمل الكلام ده. فكنا بنقول مميزات وايجابيات وايه اللي فرق معانا مع بعض، يعني في حميميه كده رايحه جايه وبتدور، وانت شايف ايه، شايف عمرو الاسبوع ده عامل ازاي، وانت انا شايفانا عامله ازاي. هو ميتنج كل اسبوع
يعني بنراجع اللي حصل الاسبوع كله. ملخص. أيوة، إيجابيات ملخص بجد، وسلبيات. ايجابيات وسلبيات. مين كان مقصر، وساعات بنكتشف يعني عمرو ساعات ايه ده، ولا انا كنت فعلا عامل كده، انت كنت عامل حاجه كويسه جدا، انت ساعدتني، فيديله كده ايه احساس ان الاسبوع الجاي انا عايز اعمل اكتر. سؤالك فرق معاهم. انا بعد شويه جات لي 3 رسائل منهم 3 رسائل من اولادك. كبار. هنا عهد كبيره، قالت لي بص انا بحلم ان انا اتجوز واحد زيك. الله، تهيألي دي احلى جمله ممكن تسمعها. هنا قالت لي بص عارف كان بيغرق. عارف لما يكون حد بيغرق مم. وانت انقذته؟ قلت لها قالت لي نفس الاحساس انا حاسه. عمرو قال لي بص عارف لما اكون حاسس يعني ايه سند؟ قلت له قال لي النهارده انا حاسس يعني ايه سند. قال لي انا عمري ما حسيتها. قلت له اقول لك على مفاجاه. قلت له انا عشت عمري كله ما عنديش سند، فانا مبسوط ان وصل لك شعور انا عمري ما حسيته. فكل واحد برسالته فرقت معايا. انت ماشي على الطريق، مش ماشي على الطريق، انت بتدي رساله بجد. انت فارق وجودك، مش الاب اللي يا قعدته رخمه. كانوا دايما واحنا بنتعلم كان يقول لك وانت داخل البيت كأب لو شخللت مفاتيحك وولادك جريوا عليك اعرف ان انت ماشي صح، ولو شخللت مفاتيحك وعملوا نفسهم نايمين اعرف ان في حاجه غلط. فانا كنت اروح البيت اعمل اشخلل، عارفه اللي هو عايز تعالوا كله اعرف بيرجع. عايز اعرف، انت فاهمه؟ ففرق معاهم فرق معاهم لان انا ما اعتمدتش على يحيى بس، خدي بالك. يعني انا ابتديت اودي عهد وهنا كورسات علم نفس عشان يستقبلوا كمان، يبقى يعرفوا. عندهم. ما انا مش بص خدي بالك، بس انا مش محور الكون، انا جايد. صح، مش حد بينجح في حاجه لوحده. ايه اللي انا هديه وايه اللي انا هوصلهم يعملوه وايه اللي انا يعني مثلا موضوع الفروسيه مم. كان حرب. انا كان عندي حلم وانا صغير ان انا اتعلم فروسيه، فبقى لي سنه بدور على مكان اتعلم مع معلم، مش اركب حصان، بعرف اركب. فرحت اتمرن. هنا وعمرو كانوا مرعوبين من الفروسيه، انا بترعب من الحصان. ما ينفعش تلمسه. بترعب. حلو، تعالي معايا. لا بقول لك روح انت. طب جربي. طب قعدنا بقالنا شهرين لحد ما خدت القرار وجربت. ولما جربت المدرب انبهر بيها جدا وقال لي يعني سيبها لي انا هدخلها بطوله اصلا. انا كنت فارسه في الحياه جامد. الاخرى. وهي بقت مستمتعه. قال لي بص الستايل بتاعها على الحصان عامل ازاي، شكلها حد تقيل في الحصانه وهي Professional. لسه. عمرو راح فين؟ كان بيخاف يلمسه. شغلت في عمرو الاسطبل. هيزعل قوي دلوقتي. عمرو اشتغل في الاسطبل. عمرو شغلت في الاسطبل اصلا انا بقى احب الشخص اللي يجرأك كده، عارفه، يرميكي في البحر ده وهو دايماً- مراقبك من دايماً. بعيد. عمرو كان بيخاف. النهارده بيمسك الحصان قال لي بعمل بيه ايه؟ ايه بتمره. بتمره. يعني يعمل، قال لي بغسله. بطوقه. والكابتن جه قال لي احسن واحد هيبقى فيكم عمرو لان جابها من ورا حته تانيه. انا شغلت في الاسطبل وانا بديله راتب. يعني قلت للكابتن قلت له لو سمحت عايز اشتغل في الاسطبل. قال لي انت بتتكلم جد؟ قلت له والله العظيم انا هديله راتب مش عايز منك حاجه. عمرو بيصحى الساعه 8 الصبح يا هايدي، بيروح ميعاده 9 في الاسطبل، بيقعد بيشتغل بيغسل بيمسح حصنه بيغسل حصنه بيتعامل معاهم بيخش لهم البوكس هو عمره ما كان يتوقع ان هيبقى ده اخره، يعني عارفه. بس ايه احنا رايحين بحب. تمام. ايه رايك؟ طب دي قصاد دي. طب اجرب. لو جربت وما عجبتكش قول لي. لا جرب. وعلى فكره هو تصدق فرقت في شخصيتي، تصدق فرقت في التزامي. انت قاصد ده، انت مش عايزهم يهابوا من حاجه. طبعا انا ده دوري زي ما انت قلتي كده، اشجعك ان انت تروح انا معاك. انا روحي وانا في ظهرك. زي زمان لما كنتوا بتسيبونا للميه كده وانتوا واقفين بس احنا حاسين ان احنا اللي بنعوم. بس الميه بقى بتختلف هنا. الميه هنا بتختلف للحياه. النهارده عهد كانت عندها رهاب وخايفه، نزلتها تشتغل.
ويلا بينا وتعالي، واروح اوديها ساعات هنا اول مره تركب حصان انا اول واحد اللي مركبها، يلا ورابط لها الحصان انا معاكي طمني ويلا بينا. فكره الطمانينه ان انت موجوده في حياتهم دي خلت نوع من انواع انا مطمنه. طيب انا عرفت مشاعرهم هم لما انت قربت لهم. طيب لما هم قربوا لك ده تأثيره عليك كان ايه؟ حسيت ان انا بقى ليا قيمه، بقى ليك قيمة. وقبل؟ عايش. دي حقيقه، ان دي الرسالة اللي انا اتخلقت عشانها. لان انا كان دايما عندي سؤال، يا رب هو انا جاي هنا ليه؟ انا جاي اعمل ايه؟ وانا جاي اشتغل واتعذب واروح واجي واكل واشرب وانام واصحى اشتغل واشرب وانام اكيد انا مش جاي عشان كده يعني. في حاجه، يعني فكره ان انا ابقى اللي هو ايه، انا راجل مستهلك يعني استهلاكي، اكل اشرب انام انزل اشتغل عشان اجيب فلوس، عشان ايه رسالتي؟ ايه الاثر اللي انا هسيبه في الدنيا دي بعد ما امشي؟ ايه اللي هيحصل؟ انا شفت اباء اهاليهم اولادهم مش قادرين يقولوا الله يرحمه، الله يسامحه، تقيلة قوي دي، الله. تقيلة قوي قوي. موجودين وحوالينا وكتير طبعا. ممكن مش عارفين يتكلموا. فالنهارده الاب ده جه ومشي، انت عملت ايه في الدنيا؟ بصمتك ايه؟ عمل اللي اتعلمه، اللي قبلهم برضو هو عمله معاه، فاكر ان هو عامل احسن حاجة. هي سايكل. تفتكري مجبر ولا كان مختار ده؟ فيه وفيه. اوكي. عشان انا بحس ان في حد يقول لك انا ما خدتش حاجة عشان اديها، وفي حد يقول لك انا ما خدتش فانا مش عايز احرم اولادي من كذا. افاجئك، فاجئني. انا عمري ما ابويا حضني. اعتقد اغلب الاباء كده. أعتقد. الرجاله. انا عمري ما ابويا حضني، انا عمري ما خدت طبطبه، انا عمري ما حد قال لي انا جنبك، انا عمري ما حد احتواني. انا كنت طول الوقت عايش حاسس ان انا ما عنديش سند ولا ظهر. كان دايما المنتور بتاعي يقول لي انت خدت وجع قوي 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 واحتفظت بيه لنفسك وفلترته واشتغلت على نفسك قوي 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 عشان تطلع حب. اللي زيك لازم يطلع مشوه يعني. على فكرة ده رزق، والله رزق، لان في ناس بتمر بالتجربة دي وخلاص هي قاسية مش قادرة تدي حاجة. تدي حاجه ما خدتهاش. فانا بحس ان ده رزق، هي جت معاك كده، انت بالطبيعة شخص حنين عايز تدي اللي جواك، فعرفت تعمل ده. بصي، هو ربنا سبحانه وتعالى ليه دور كبير جدا في ان الواحد يمر ويمر بالتجربه دي ويحصل اللي يحصل دي. بآمن جدا ان مفيش حاجه صدفه في الدنيا، ان كله مترتب كله متخطط بالطريقه دي تمشي فيه. بس انا كان عندي اختيارات كتير قوي. انا كان عندي اختيارات ان انا ارجع تاني للبلد اللي انا كنت عايش فيها، كنت عايش مرفه، كنت عايش حياه كويسه، قاعد في دبي مرتاح. عايش بتقولي. تمام. انا مستمتع، انا يعني عارفه حمام السباحه في الدور اللي فوقيه والجيم في الدور اللي قبليه، ويعني انا عايش. فتيجي مصر، انا قعدت سنتين منهار على فكره. انا كنت ببص الميكروباصات والتكاتك، هو انت جبتني هنا ليه؟ انا بعمل ايه هنا؟ هايدي انا مريت بصعاب اوعي تفتكر ان الدنيا كانت وردي في الاربع سنين اللي احنا عشناهم. احنا عشنا سنتين انا بشتغل، انا اوبريشن مانجر وبزنس ديفلوبمنت في دبي، ومش عارف اشتغل هنا في مصر وفلوسي خلصت وانا قاعد معاهم في البيت. وهقول لك على يعني تصريح انا عمري ما قلته في حياتي. فانا قاعد، احنا عندنا كل اوضه فيها شاشه، اوكي؟ فطلبت منهم قلت لهم بصوا بقى، انا شكلكم بتسهروا بالليل وانا متضايق جدا على الموضوع ده، فلو سمحت خرجوا الشاشات بره عشان مش عايز السهر. انا كنت بعمل ايه كده؟ عشان بكره هبيع الشاشات دي عشان نصرف في البيت. ده اللي كان هيحصل. بس انا عمري ما ربنا، عشان انا نيتي بجد خير وبذلت مجهود، عمره ما خذلني. الحمد لله. انا ما اتخذلتش، انا ما اتهنتش، لا. بس انا عايز اوريكي قد ايه كان في صعوبات. يعني الليفل التاني بقى، التاني خالص في حته تانيه،
انت شخص كنت مسافر طول الوقت بره مصر، فانت اتنسيتي. كنت دايما اقول كرسي السفره اللي انا كنت قاعد عليه اتشال، او حد غيرك قعد. او حد غيرك قاعد. برافو عليكي. فانت ما بقيتيش في السايكل بتاعت اي حد، ولا اصحابك ولا اهلك ولا ناس، هم اتعودوا ان انت مش موجود. فانا عشت انا وولادي محدش بيسال عليا خالص، انا وهم بس، انا الاب والام وبقى لما رجعنا لبعض انا كان عندي بقى يعني ما عندي غضب من الطرف التاني اللي حرمهم مني. انا كنت بطبطب بقى، روحوا شوفوا ماما، ما ينفعش نزعل منها. انا ما كنتش بفيك. ليه؟ انا ما كنتش بمثل اللي انا بعمله ده. عشانهم. ايوه يعني ليه؟ انت نسيت وجعك منها ما او نسيتوش. من الطرف ما الاخر؟ نسيتوش. ما نسيتوش. طبعا اتوجعت، بس تكرمي عشان خاطر عيالك. ركنت الوجع على جنب. بس انا كان عندي فكره ايه، الاساسي هم الولاد لازم يطلعوا اسويه، فاروح اوصل. طب عشان خاطري احنا اصلا انا زعلان، يلا مش وقته معلش فبقيت اعمل دور. كنت بقعد لوحدي كده، انت بتعمل ايه؟ انت بتمثل ولا لا، انا عايزهم كويسين. انا عايز كويسين لان انا يهمني. كان عندي سؤال، الابناء اللي بيودوا اهاليهم دار مسنين بيترموا هناك، ف هم دول مين اللي ظالم، الاباء دول ولا الابناء؟ كان عندي الحته دي. وكنت في مره سالت حد، كنت عامل بتكلم في حته كده مع ناس صحابي كتير قاعدين بنتكلم في جبر الخواطر. حلو، بصي بقى ففي حد اعرفه يعني كان من صحابنا، كان شغال في كندا، شغال في دار مسنين اللي هم بينهوا حياتهم هناك خلاص، البيت ده فاتقال لي كده بالظبط. اتقال لي انا كنت بقعد مع الشخص اللي على فراش الموت وبكبر خاطره، بقول له انت قضيت رسالتك في الحياه كما ينبغي. وده كان اكبر جبر خاطر، ان انت في نهايه حياتك تحسي ان انت عملت اللي كان مطلوب منك، او عملت دورك، او عملت رساله، او سبتي اثر في الدنيا. ده اللي كنت عايز اوصل له، ان انت سبت اثر. ما اكتفاش الموضوع لما بدات اتعامل معاهم، ولما جت صحابي قالوا لي انت لازم تتكلم، انت لازم تطلع على السوشيال ميديا وتتكلم طلع اللي وتقول جواك. لا لازم تساعد ناس كتير كتير غيرك. محتاجه. صح. ولما ابتديت اعمل كده ابتدى الموضوع ادرس واتعلم ان انا ازاي انقل لك الرساله، وازاي اعلمك، وازاي افهمك، وازاي اعرفك ازاي تكوني ام او اب، وازاي اعرف. وخدت كورسات في المراهقين، وخدت كوتشنج في المراهقين عشان اقدر اساعد الاب والام. هنا بقى افتكرت حلمي. ده كان في حلم فلاني. طب انا عايزه سؤال، هو افتقادك او المشاعر الصعبه اللي انت عشتها في الاول، ما كانتش هي اللي محركاني. لسه كنت جايلك في الكلام، عدم احساسك بالامان ده هو اللي دفعك لحاجات كان ممكن ما تعملهاش؟ يعني لا. خلاك تتجوز بدري مثلا؟ انا دافع فواتير الحاجه دي قبل ما اقابلهم. بمعنى يعني كل اللي انا ما خدتوش ده انا وجعني قبل ما نقعد مع بعض. انا اشتغلت عليه عشان اتشافى منه، تمام. فعالجته، وهو ده اللي خلاني ما كررش نفس السايكل دي معاه. حلو. فانا عالجته عندي. بس فأنا زمان لما قلت لي انا ما اتحضنتش، انا ما حسيتش بامان، مرمط. انا هل قرار جوازك بدري كان دافع يمكن هو ده اللي يديني الامان؟ طيب انا اتجوزت وانا عندي 21 سنه، صغير قوي. صغير قوي. وانا بشتغل وانا عندي 13 سنه، حلو. بشتغل ومعتمد على نفسي. الجواز في الوقت ده تكتشفي بعد كده ان هو نوع من انواع، انت عايزه تبقي مستقله، انت عايزه تحسي ان انت تعملي حاجه انت بتعمليها فيها اندفاعيه، فيها تسرع، مفيش حسابات لاي حاجه. انا عايز اتجوز عشان ابعد عن الحياه اللي انا عايشها. هروب. هروب. لا ده هروب وعدم امان، وان انت بقى
مش حاسه باستقرار، فابتديتي اتجوز وافتح بيت عشان احس بالاستقرار. اه فتكتشفي بعد 14 سنه ان الاستقرار مش بره، الاستقرار جوه. جو يا حسوا او لا جوه عندك، انت لازم تكوني مستقره من جوه اشتغل انت. عليه. فده كانت رحله. هايدي انا تاريخ الرحله بدا عندي في التغيير وبذلت مجهود كام من 1/11/2004. 1/11 اللي فات 2024 كنت بتم 20 سنه انا بشتغل على نفسي. تيكس تايم. النفس البشريه دي يا جماعه مرعبه. مرعبه. كل ما بتقربي سهلة. زي البصله كده، عارفه بورقه بتشيل طبقات. ورقه، طبقات طبقات طبقات، كل مره بتكتشفي يا نهار ابيض. يعني هقول لك حاجه مثلا، انا بكتشف وانا على الفروسيه وانا على الحصان. كتبت في مره بوست ان الحصان هو المعلم في حياتي الفتره دي. مم. كميه اكتشافات بكتشفها في مشاعري مع الحصان مرعبه. خوف، انا ما ببقاش حاسب، ببقى حاسب البدايه، ما ببقاش حاسب النهايه. حاجات كتير بقى المدرب يقول لي بص انت الحته دي عندك، خد بالك. فرفلكت على المشاعر، انا مشاعر خوف. ولما بخاف اتاري بدون ما بشعر انا بقفل على كتفي، فالمدرب يقول لي ظهرك مفروض. رحله. موضوع كبير، أوي. موضوع كبير فضحنا قوي. الحصان. ايوه قوي قوي قوي. خلينا ندخل كده في منطقه الجواز بقى. بما انك اتجوزت بدري، هل تنصح اولادك تقول لك بقى. وبناتك؟ هي تقول لي لا هو قولي لي دايما الكواليس. دايما لا بابا يقول لنا ما تتجوزوش بدري، ودايما حته ما تتجوزيش وانتي هربانه، فانا كان دايما يقولها لي اول ما جينا، ما كنتش بفهمها تتجوزيش وانتي هربانه؟ وانا هربانه من البيت، انا مش فاهمه حاجه. بعدين لما بدات افهم ووعي وعيله واب وسند والحاجات دي، فهمت ان انا لما اتجوزت وانا مثلا مش شبعانه في بيت ابويا بحاجه، ان انا اجي اعوضها في جوازي، وفعلا ممكن ما اديهاش اصلا، انا مش فاهماها مش عارفاها. وهتبقي بتطالبي شريك الحياه بحاجات بالظبط، ويدفع معتمد فاتوره عليه مش في حاجات، بتاعته. معتمد عليه في حاجات. واختيارك ليه اختيار مشوه، صح. مش حقيقي. اختيار بنيدز كنت لسه معينه. هقولها، انا ما جاي كنتش. يملى لي احتياجات انا مش واخداها، فشويه لو اول ما اخدها خلاص هبقى مش عايزه اكمل في العلاقه دي، صح مش عايزاك، انا خدت اللي انا عايزاه وخلاص. صح. دي من اهم اسبابك ان انت مش عايزهم يتجوزوا بدري؟ طبعا. انا اللي بقول له اقول له انا عايزه اشبع منك، يعني ممكن ما اتجوزش بس ابقى شبعانه يعني منك او من البيت او فكره. خدي بالك النهارده بقت ال 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 يعني اختياراتك بقت صعبه، لان انت النهارده مش صعبتها عليهم قد ما انا هو ده الطبيعي اختيارك. وخدي بالك انت بتجذبي اللي انت عليه. يعني انت لو حد سوي ومرتاح مع نفسه، انت مش هيجيلك واحد معقد، مستحيل. صح. مش هي هقبل. قوانين، مش هقبل. مش هتقبلي. واعيه. بقيتي فاهمه اللي هو ابن امه، من النرجسي، من اللي مش عارفه ايه، من اللي حد قاعد معتمد عليك انت بس اللي تديله مشاعرك، بقيتي فاهمه. استغلال. ما هي بقى دايره، ممكن انت تبقي سويه وهو عايزك هو برضه ده. عشان احتياج مش معين. هترضي بيه لو انت سويه وعارفه مشاعرك وعارفه تسميها. ممكن ما يجيش. مش هترضي بحد كده، يعني مش هتجذبيه ليكي. لا هيبقى في حاجز فعلا. هبقى شايفه عارفه مفضوح يعني انا. ايوه أنا شايفة ايوه ايوه، أنت- كأن علامه كده فوق راسه اللي هو أيوة. ده لا يعني فاهمه. لان احنا كنا No. بنقعد نتكلم على اشخاص، بابا ده ايه، ده ابتزاز عاطفي، خلي بالك ده الطريقه اللي فنيجي نرجع بالليل. ما هو الحياه دي ما كانتش قاعده بنعمل احنا اكل. دايما بيبقى بالليل كده بنقعد نفلتر الشخصيات اللي في حياتنا. العلاقات في حياتنا. العلاقات في حياتي، يعني اقول له مثلا واحده صاحبتي مرتبطه وبيحصل كذا كذا، يعني هو بابا اكيد جرب علاقات اكتر مني، يعني أكيد. فاهمه بحكم كمان صحابه او معارفه. يقول لي لا ده ابتزاز عاطفي من الدرجه الاولى. ايه ده، هو ده الشكل الابتزاز العاطفي؟ يعني ما اعرفوش. هو ده شكل مثلا ان هو حد بيكذب ومش مش مسؤول في العلاقه، فلا كان ليه فضل، فانا بفهم يعني فاهمه. طب انت او مين الشخص اللي لو لقيت فيه جميع المواصفات اللي ترضيك تجوزه لهنا؟ لا هيطلع لا عينه. سميني عريس من جهه امنيه، هيطلع عينه. بس سميني كام صفه كده لو في توكلي على الله يا هنا انا معاكي. تن بصي تن تن. مهمه جدا بقى بالنسبه لي النهارده ان هو يبقى ليه كبير.
1. نو دي مش 1 بس، دي من 1 ل10 ونكمل يعني عارفة. ان هو يبقى عارف نفسه. يعني انا لما جه حد يخطب عهد، والله ده اللي حصل. شبكه بايه؟ قلت له انا مش فارق معايا حاجه دي خالص. يعني ايه؟ قلت له انا صادق في اللي أنا بقوله لك، اللي انت عايز اعمله. قال لي طب ايه شروطك؟ قلت له حاجه واحده بس، انتوا الاتنين تدخلوا كورس يعني ايه جواز ويعني ايه خلفه. افهم انت هنا ليه واللي جاي هتتعمل فيه ازاي بس. لقيت نفسك تمام وعديت الاختبار؟ وانا كنت حاكم عليه، يعني قلت ده مش هينفع. هنا في موقفين هحكيهم لك معانا. معلش انا بس يعني كده على جنب. او انا خايفة. اول موقف كان بالنسبه لي مع هنا كان الجواب. لما كتبت لك جواب كان من ضمن الجيم، بنلعب جيم، كانش جيم، كان هوم وورك بنعمله. كل واحد فيكم، ما هو في اوقات كتير وهو خايف تتكلم في حاجز لسه ما اتكلمناش، يعني كلميني هاي، طب اكتبي لي ورقه. بس كان عندي مشكله في التعبير عن مشاعري. في مش البدايه حد بيعرف يعبر كان في البدايه عن مشاعره صح، فانا بحب اكتب جدا. طب اكتبي لي جواب. فقلت لها اكتبي لي جواب، هي وعهد وعمرو. هنا كتبت 7 صفحات. شايله وانا فاكر بقى ايه، انا فاكر ان انا 5 سنين بس. انا فاكر ان انا اعظم بني ادم في الكون يعني. لا كنا وقتها قاطعين شوط كله عاملين شوط مدح. كويس. يعني والله هيدا انا عمري ما هنسى اليوم ده. انا مسكت الجواب ودموعي ما بقتش عارف تقف. انا ده انت بجد. وده كان بالنسبه لنا كان نقطه تحول في حياتنا انا وهي. ده حقيقي. نقطه تحول. يعني هديكي مثال. ثانيه، اللي عجبني من رد فعله، يعني هو قال لي انا مش هبرر لك كل موقف حصل مني. هو حضني وطبطب، قال لي انا اسف، اوعدك ان ده مش هيكرر تاني. وفعلا ولا انا فاكره جواب كويس جدا ولا بوينت كتبتها اتكررت. تعالي نشوف بقى على ارض الواقع انا هعمل ده ولا لا. لا، كان الديل ان من اصعب الحاجات في التربيه وفي التعامل مع اولادنا ان انا اذي بقصد بدون قصد، وتيجي حد يشتكي لي ادي له مبررات، اصله انا خايف عليك فانا كان من الديل بتاع الجواب هتتاسف، هتعتذر، ومش هتبرر على اي حاجه حصلت. انت هتتكلم انا اسف بس، وهتوعد ان انت هتبذل مجهود ان انت ما تعملش حاجه منهم تاني، وتخلي الجواب معاك. ده الاتفاق. نقطة. انا عملت كده من ضمن، يعني ابتدت تكتب لي حاجات اللي هو بابا انت عمال تقول حريه وانا مديكوا حريتكم. قلت لها قالت لي انا هو كل في الاول اوضح، بابا كان بيخاف عليا انا وعهد بشكل مستفز يعني فاهمه، انا رايحه في كذا، طب خدي اخوكي معاكي، وانا حد جايه بقى من حته انا مش متعوده على كده، فمش فاهمه. هو خايف مش عارفه ايه، طب وانا معاكي هوصلك، مش عارفه، مش حاجه، مش عشان اعمل حاجه، بس مش متعوده على مش كده. متعودة. فده كان من ضمن النقط اللي انا بتكلم فيها. يعني انت قاعد يا بابا بتكلمني عن حريتي وانا واثق فيكو، بس انا لما باجي انزل انت بتبعت عمري معايا، او يعني مشوار عمري مع اخويا معايا، ففين الحريه اللي انا واخداها؟ وده انا ما كنتش عارف ان هو بيضايق. فانا فاهم ان يعني بقى تمام. بيطمني. حماية اكسترا. يعني انت مبسوطه بادي بده. جارد. فقلت لها انا اسف، انا ما كنتش اعرف، حقك عليا، انا مش هكرر ده تاني وانا واثق فيكي. بس انا جاي من مجتمع فيه امان بنسبه 100% لمجتمع انا قلقان فيه، يعني انا خايف من اللي بيحصل في البلد ده كان موقف. والعلاقه في يوم انا متقدم لها عريس وانا رافض. لا احكي لي شعورك قبل ما ترفض، ما تاخدنيش للنهايه كده. مشاعري متلخبطه، ببقى خايف اكون خوفي عليهم مأثر على افعالي تجاه الموضوع. فبقعد مع المنتور بتاعي واصفي المشاعر دي كلها، واكون صادق جدا في مشاعري، واقول له انا غيران وانا متضايق وانا بطلع ده، يعني لازم يطلع ده،
لازم يعني ما تجيش انا بقى باذل مجهود عشان اكون انا الاب الجميل والكيوت وتاخدني في حضنها، وانت جاي بقى عيل لسه جاي اول امبارح هتاخدها في ايدك وتنزله وبتاع وتعجب بيك اكتر مني. خدي بالك بس يعني هي افكار تعجب على بيك اكتر فكره مني دي. انا دي امانه مع نفسي هايدي. انا صريح. انا دخلت جوه يحيى. هو انت رافض ده ليه؟ فصصته. مش ده، لا يعني مش ده احكي، بس اللي هو انا غيران. مم. انا غيران على بنتي اللي هي Conclusion. نازله، فاللي هو هتوديها سينما وانا ما لا طب تعالى اوديكي سينما، اوديكي 3 سينمات في يوم واحد، عارفه اللي هو والله هو عارفه. فالتاني بقى اللي هو كان متقدم لبنتي بقى كان ايه، عارفه ان هي بتحب ماكدونالدز، اجيب لها تورته ماكدونالدز اللي هو علي عليا دي عمال بيعلي عليا دي وانا بعلي دي، فاهم؟ ف جه اليوم ده كان يوم صعب قوي قوي، من اصعب ايام حياتي معاهم. فانا رافض، قالت لي انا موافقه. بابا اه انا اللي جبت بتكلم. كلب. قلت لها يعني ايه موافقه؟ قالت لي مش انت دايما بتطلع في انا دايما التلفزيون، بنكف يعني مش انت دايما في بتطلع في مناكفة. التلفزيون وان انت بتتكلم طول الوقت مع الاباء وتقول لهم اديلهم مساحتهم واديلهم اختياراتهم واديلهم. قلت لها يعني بنطلون جينز ازرق ولا ابيض، هنخش الجامعه دي ولا الجامعه دي، لان كانت الكيس بتاعت السفر، هنا هتسافر مش هيبقى ليها وجود في مصر. ده انت رايحه في حته تانية. فانا قاعد قلت لها هنا، قالت لي بابا زي ما بتقول للاباء كده بالظبط، لو سمحت اعمل اللي انت بتقوله. انا دخلت، كل اللي انا قعدت اعمله قمت مصلي وساجد على الارض، قلت له انت ليه بتختبرني هنا؟ يعني ليه يا رب الاختبار الصعب ده؟ ما هو احنا بنختبر في اللي احنا بنقوله، يعني عشان بس يبقى فاهم. انا اقول لك وانا هتختبر في اللي انت بتقوله ده، انت بتعمله ولا لا؟ وانا يعني هم عارفين ده كويس. انا عمري ما طلعت على التلفزيون ولا بسجل فيديو الا لما اسال نفسي الاول قبل ما اقعد، انا بعمل الكلام ده ولا لا؟ انا ما عنديش استعداد اكسب مشاهده واخسر ولادي، سوري يعني. ايوه صح صح. يعني مش محتاج الناس تسقف لي، لا انا بعمل ده فعلا فعلا فعلا، هم شايفيني. فما ايه اللي بيقوله ده؟ ما هو دي تكسر العلاقه، فانا اللي بقوله انا بعمله، انت فاهمه؟ فقالت لي بقول لك ايه، اديني فرصتي تجربتي. واديني تجربتي، وكده كده انت في ظهري. دي عماله بتلعب بالالفاظ وانا عارفاه قوي والبنات دي. قوي ابتزاز عاطفي تمام. لا والله. وضربتهولي في شغلي، انت فاهم، وانت بتقول للناس كده ايوه. وبتاع. عرفت اختار كلامي. انا نزلت سجدت، دخلت اوضتي، انهارت، مم. وكان نقاش بيني وبين رب العالمين اللي هو يا رب الاختبار صعب، قويني ان انا اعمله، وهو اختيار. عايز اقول لك انا قمت بواجبي كما ينبغي، وهي تقول للآخر. لك يعني ما كانش في حته غل، مفيش حته ايه اللي هو بصي بقى وبتاع، بص يا عم لا سليم. قلت لك قمت بدوري كما ينبغي كما ينبغي كما ينبغي. وقبل ما يحصل كتب الكتاب بشهر خلاص. كب الكتاب. خلاص احنا عملنا خطوبه وخلاص بنتفق، وهي بتتفق، وهجيب الفستان وانا ببص لها كده، وهعمل فرح مش عارف ايه ماشي ماشي يا هنا، عارفه اللي هو من جوايا تعبان جدا منهار، بنتي كانت هتتاخد منك وهتسافر بره. قبل كده خلاص بننقي بقى، بينقوا هما الاثنين الفندق وهيروحوا فين وهيجوا منين. والله العظيم عمري ما هنسى اليوم ده. جات لي في اوضتي وماسكه علب الهدايا والشبكه والحاجات من دي، قالت لي كلامك كان صح، انا اسفه، انا مش عايز العلاقه دي. اهو سابني اجرب. انا ما كانش في بالي حاجه خالص دلوقتي غير ان انا اخدها في حضني. مسكيني ده على جنب. ولا بقى انا قلت لك بقى، لا ولا لا انا لا لا. حذرتك سليم. ولا ده؟ ما لا. حصلش. لا خالص. بس من جوايا قلبي فرحان، مش هنكر، بس خدتها في حضني لان انت محتاجه ايه دلوقتي، ما انا قلتها لك، مش بعرف اعمل ايه، انت محتاجه ايه. وكان يهمني ان انا اقوم قالع بقى وتعالي بقى في حضني، يعني قالع بقى ايه، طوب الاب وطوب المنصح، ومش قلت لك وانا بصي عشان تتعلمي لا 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 لا، خدتها في حضني. الحمد لله انا جت قد كده، انا مبسوط، الحمد لله على السلامه، لان انت كنت واحده تانية كانت واحده تانية. تماما. ليه؟ ايه اللي اتغير فيك يا هنا؟ عملتي ايه يا هنا؟ كان تعلق بقى.
يعني اول مره اجرب أوكي. التعلق بالمره دي. يعني هو لا، ما كانش الموضوع، انا ما كنتش مرتاحه، وفي نفس الوقت بعند عشان اثبت لهم ان انا صح، انا تمام، انا ماشيه في العلاقه كويس، انا عارفه انا بعمل ايه، وده كان اي كلام. وكنت في حته مش عايزه اقول لبابا علشان انا عارفه ان هو يقول هحس ان كلامه صح. مهم. لا انا عايزه اجرب. انت عايزه تجربي، بس عايزه. هو قبل لما يقولك ما تتجوزيش عشان هربانه، ولا كنت لسه ما اتعلمتيش الدرس؟ لا ما كنتش لسه اتعلمتها. كان لسه العلاقه مش، ما فيش البوند لا لا، كان في كل حاجه كان في بس كل حاجه، بس حته هربانه، حاجه بقول لك جديده هربانه علينا. دي ما كنتش فاهماها بجد. بصي ها. حاجه جديده علينا، وكان لازم يحصل ده. يعني مم. ممكن نبقى بنشوف حاجات وبنعمل حاجات بس يظهر حاجه جديده علينا فنختبر كلنا. هو انا لو بجد لو بابا ما كانش سابني اجرب، انا ما كنتش هفهم اللي حصل، ولما اجي اختار بعد كده شريك حياتي هختار من باب ايه. تمام بابا بيوعيني وكل حاجه، بس مش هيحصل اي اختلاف غير لما اجرب. فانا ده كان ده اللي في دماغي. يعني انا بابا كان وقتها مشاعره اللي غلبان، مم. عواطفه اللي غلبان، بنته هتمشي وكده. وانا بصراحه ما كنتش شايفه حاجه غير ان انا هجرب. مم. يعني انا بس باب التجربه وخلاص. لما جربت ولما حصل كده علاقتي بيه قويت اكتر من اي وقت، ان هو انا وثقت جدا 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 في كلامه، ما يتقال لا فلا. دايما بيشغلني فكره هم الاولاد اللي مروا بتجربه الطلاق مع بابا ومامتهم، هل بيبقى نفسهم في يوم من الايام الاب والام يرجعوا تاني؟ انا تقول لك. طيب هو انا هقول لك حسب الناحيه جت ازاي، حسب العلاقه كانت عامله ازاي، حسب الولاد دول كانوا عايشين وهم الاب والام مع بعض كانوا عايشين او ازاي. ممكن انفصالهم بقى رحمه للاطفال. تمام، ساعات اوقات كتير كتير بيبقى رحمه. طبعا طبعا. الولاد ساعات ايه، ارجوكوا بلاش اللي بيحصل، كفايه تعب، كفايه وجع، كفايه الم. كل واحد فيكم يبقى البعيد افضل بكتير جدا من ان احنا عايشين فيه ده. طب ده بيبقى ساعتها ساعه الخناق بيبقوا عايزين يفضوا الخناقه. طب بعد فتره من الانفصال بتتمني يرجعوا؟ لا، لا. لان انا شايفه بابا لوحده كويس وماما لوحدها كويسه. يعني ما يجيش في بالي ان ممكن لو رجعوا دلوقتي الشكل البيت هيبقى عامل ازاي. طب ما يمكن كلهم نعلم بعض بقى ازاي نعيش مع بعض. ما هو لو الاب اتغير في حته والام اتغيرت في حته، لكن بابا ممكن بيعمل ابجريد لا وعي، مامتي لسه مش واصله له. ممكن العكس، مامتي بتوعى، بابايا لا. فاهمه؟ فلو هما الاثنين بيوعوا في نفس المستوى. لا بص، خلينا نقولها بشكل برضه حلو. يعني انا بشكرك على التعبير ده، بس عايز اقول لك حاجه مهمه. الباب اللي اتقفل ما ينفعش يتفتح تاني، ما ينفعش. مستحيل. يعني انت ضد مقولة سيبي الباب موارب؟ لا لا لا، مفيش كده. بتجيب برد، دخل تعابين وفران لا لا لا. طب قولي وجهة نظرك، دي حاجة عظيمة بصي، جدا. ربنا سبحانه وتعالى لو مش عايز العلاقه دي تنتهي مش هتنتهي. اكيد. مش بس تمام. اتقفلت، ارجوك امشي. خلاص. الدنيا اختيارات 7 مليار، يعني في حياه تانية، في دنيا. الباب طالما اتقفل خلاص. ليه؟ اوعي تفتكري ان اللي اتقفل ده اتقفل في يوم وليله. اتقفل بسهوله، اتقفل بمشاكل ووجع والم، وفي تراكمات هننتقم من بعض. يعني في علاقات بترجع يا هايدي عشان يرجعوا ينتقموا من بعض. انا فقت لك. تعالى بقى. ايوه. انا لسه ما خدتش حقي، انا عايز اخد حقي. مين اللي بتظلم؟ الولاد. ونعيد السايكل تاني. لا، اسوأ، خسائرها اسوأ. ليه بقى؟ الولاد عاشوا حياه ستيبل شويه، محتاجين اب وام، بس مفيش مشاكل، مفيش ضغوط، مفيش بص ابوك عمل وامك عملت، مفيش ده. لما بيرجعوا هم بيتعودوا على حياه كويسه هم عاشوها. لو حصل الخلافات دي، لان الخلافات دي انا مش ناسي الموقف الفلاني وهي مش ناسيه الموقف الفلاني، محتاجين بذل مجهود كبير جدا 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 عشان نقدر
نتخلى ونتخطى الوجع والالم اللي مرينا بيه. يعني ما عندكش استعداد، مش قصدي على الشخص والله، بس قصدي لو اي حد غيرك انت صلحت علاقتك باولادك، ما ينفعش الراجل يصلح علاقته بطريقته مثلا بص، ما فيش ويرجعوا حاجه تاني؟ لحد اخر يوم في عمري ينفع كل حاجه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني جميل قوي. بس خلينا نقولها تاني، مهم. انت اولوياتك مين؟ مم. والنهارده يعني هم كان ليهم دور بمعنى ايه؟ انا مش ناسي كلمه هنا قالت لي على فكره تصدق انا مبسوطه ان انتوا انفصلتوا عن بعض. ليه؟ لان انا اعرفك لوحدك واعرفها لوحدها. دونت ميكس، ما ينفعش تميكس. انت عقليه وهي هما عقليه. فعلا حلو، ماما حلوه لوحدها وبابا حلو لوحده. فعلا يعني في فعلا علاقة، بجد مش مقولة وخلاص اللي هو الولاد كده مرتاحين. لا مم. هي شايفه يعني هلا تقول لي ما عقليه مختلفه، انت يعني مختلفين، فليه نعمل كده؟ خلونا احنا بقى مستمتعين بكل واحد على حدة يعني. ليه نعمل كده؟ احنا ليه نعمل كده؟ ما انت موجود وبتدينا وهي موجوده وبتدينا تمام. في بنفيت برضه. فهي الفكره هنا ان الاولاد بيبقوا شايفين كويس قوي ان العلاقه دي لو رجعت ممكن يبقى فيها خسائر اكتر، يبقى فيها وجع اكتر. فلا، مش طول الوقت العلاقات دي بترجع بتبقى كويسه. المثل اللي هو بتاع زمان اللي هو بتاع اللي اتشرخ ده مش هينفع يرجع تاني، بتبقى ينفع بس محتاجه مجهود جامد قوي من الطرفين صح عشان نقدر ننسى، عشان نقدر نقبل، عشان صح. موتيف محركنا، في حاجة محركانا. حاجه كبيره قوي قوي. طيب احنا هنلعب لعبة كده لذيذة، صح وغلط. يلا. صح ولا غلط؟ اوكي. بابا كان نفسه يخلف ولد اكتر من بنت. غلط؟ غلط. كان نفسك في بنات عادي. اه. وانتي هنا شايفة ايه؟ لا بيحب بابا يعني البنات. حنون قوي يعني حاسه. نباتي بوس. تمام. صح ولا غلط؟ هنا بتحكي كل حاجة لباباها بس احيانا بمونتاج. الله، امال فين العلاقة بقى اللي من اول الحلقة؟ انا لا عايزة والله في حاجات بعمل مونتاج عشان ما ازعلوش. ليه؟ ايه اللي ممكن تعمليه مونتاج؟ يعني ده الراجل سايب لك مشاكل مساحتك. عملتها يعني خلاص يا هايدي ماشي. امتى ممكن اللي احنا تعمل بنيناه مونتاج؟ بالنار هنهده هايدي بصح. جت تبوظ دلوقتي حالا. الدنيا معايا. الذكاء من الاب مم. ان هو يبقى عارف ان بنته مخبيه حته قد كده وسايبها لها. والله مش بخبي حاجات وحشه. انا عارف. محرجة. سوري كزوج او اب، قمه الغباء ان انت تفضل مصمم انت مخبيه حاجه. اديها مساحه. مم. اوقات كتير احنا كرجاله اللي هو عايز حاجه بتاعتي انا، ايوه. مش لازم تبقى وحشه، مش لازم تبقى اوفر، مش لازم تبقى اللي هي ايه خربة الدنيا، لا ينفع تبقى حاجه قد كده. بجد اديها انت مساحة. مع ان الرجاله تخبي بتسجل حته الكلام. من القصه كده؟ ده انا بدات بيكوا الاول، ها؟ ده انا بدات بيكوا الاول. انتوا معلش، تخبوا ما انا حتة عايزه قد بس كده. حته معينه انا للستات بخبي كده. حته قد كده. طيب صح ولا غلط؟ لو جه عريس لهنا هتطلع عينه. جربتي؟ الله يكون في العون. الله يكون في العون. هعديها. ها؟ اغلى حاجه عندي في الدنيا ما اقدرش، يعني حقك. مش هقدر اللي انا مش عملته. الدنيا كده. نعم. مش الدنيا كده. شكلي في حد عايز يجي يتقدم يوم الخميس جايب مش عارفة، شوكولاته ممكن. وورده. لا مش الدنيا لا. المجهود اللي انا عملته ده عشان اطلع ناس ناضجه، فلازم حد ناضج، مش عايز حاجه تانية على فكره. انا مش عايز حاجه تانية، انا عايز حد يقدر الشكل ده والصوره دي ويعمل يبذل مجهود، يكمل مجهود. هو يبذل مجهود وهي تبذل مجهود، لان انا بشتغل عادي. عارف يعني ايه جواز؟ عارف يعني ايه جواز. على فكره بنتي الكبيره لما تقدم لها عريس مم. قلت له انا مش جاهز، والله العظيم هذا حصل، وهي تقول لك قلت لها انا مش جاهز ان بنتي تطلع من بيتي مش زوجه. جاهزة. هي مش جاهزه. تمام. لازم اتاكد ان البنت دي طالعه من البيت تصلح تكون زوجه. وامتى تتاكد من ده؟ من الحياه. ايه عهد ما كانتش بتعرف تعمل اكله، النهارده بتعمل اكل وعزومات وبيت ودنيا، وبنقعد نتكلم في تفاصيل البيت وتفاصيل طب حلو العيال. السؤال ده، يعني مهم عندك ان البنت تبقى بتعرف تطبخ؟ طبعا.
مش شايف بقى ان لا انا بنتي دلوعه وما تعملش وما تسويش يعني ايه دلوع؟ ها احلى اجابه خدتها دي. يعني ايه دلوع؟ دلوع يعني ايه؟ ما اعرفش والله، ده لاين كده طالعين ولا فيه راجل جديد. يتدلع ولا بنت تتدلع. بنت تتدلع بحب واحتواء واحترام بس عارفه واجباتها. هو يقعد يقول لي بوظي عندي علشان لما تبقي رايحه هناك تبقي عارفه انت بتعملي ايه، بالظبط. فياما اكل بايظ. واقبل ده وعلى قلبي زي العسل. صح. بس المره الجايه انا مش هينفع تعملي ده بايظ تاني. بوظي واعملي اللي انت عايزاه وتعلمي في بيت ابوكي، بس هتروحي بيت كوني قد المسؤوليه. طب والله ده انت اب حقيقي. جميل. يعني على فكره انت كمان بتجهزها زي ما انت عايزه جاهز. طبعا، ما هو ده انا بقول لك انا ايوه تعبت يعني في علاقه ده. وين وين يا جماعه. طبعا. فيجي اي حد معدي كده يقول لي انا مش معاك. صح ولا غلط بنتخانق عشان اختلاف الاجيال؟ لا ما عنديش. هنا في تضارب. اوقات لا يعني اذا كان بحضر معاكي وبسمع ويجز مثلا. وبسمع اغاني بس تقولي بتاعتكم، مش عارفه ايه الجيل بتاعكوا ده، مش عارفه مين ايه كده. ماشي. في حاجات بتبقى يعني طب حاجه بين البنين يعني مش عارفه. بس لا مش لا، طول الوقت. بس هو متصالح. مش طول الوقت، انا ما قلتش طول الوقت بس اوقات. لا يعني انا عمرو مثلا واحنا ماشيين رايحين النادي رايحين اي حته يلا شغل لنا حاجه اسمع اغاني. احكي لك حاجه بالمره بس معلش. يا ريت. من ضمن الحاجات المهمه تفيد اي اب، لان انا نيتي في البودكاست ده كله ان انا افيد الاب قوي يا ريت. بمواقف. عمرو جه في مره انا مع ان انت اكتشف ابنك. دوري مش ان انا يلا حبيبي انجح لا دوري كأب بشوف ان انا اكتشف مواهبك، اكتشف شغفك، اكتشف عمرو انت عايز رابر ايه. صغنن. فعمرو جه قال لي ايه بابا انا عرفت انا عايز ايه. قلت له ايه؟ قال لي هغني. كان في اولى ثانوي غني يا في حبيبي. اولى ثانوي. قلت له ايه؟ قال لي خلاص انا عرفت. على فكره بقى انا بكتب اغاني راب وبغني. طب سمعني. تمام. فانا عشان ما هو انت خدي بالك بقى لازم كل اب بيسمعني امشي المشوار للاخر. ما ينفعش تبقى كده متعلقه. هو ما تفش يعني ابدا. قلت له واخده. قلت له ده حلمك؟ قال لي بص انا هكتب اغاني وهغني. قلت له واحد صاحبي ربنا يبارك له قمت واخده واديه الاستوديو بتاعه. فين يا ابني الاغنيه اللي قال لي اهي. قعدت لحد 4 الفجر يا هايدي والله العظيم في استوديو في اخر الدنيا بنسجل لعمرو الاغنيه. اغنيه زفت ما تتسمعش ولا صوت يتسمع، بس كان لازم اعمل كده. والله اساليها هو عمرو اصلا عمرو لما سمع صوت ايه القرف ده. قال ايه ده؟ طب تفتكري بقى لو انا كنت مفيش اغاني لا مش هنعمل. انت اللي قتلت نجم كبير. برافو عليكي. كان هيبقى لغاية فاكر حماقي. نفسه ان هو هيبقى عمرو دياب ومحمد حماقي وويجز وانا اللي حرمته. والله بجد اصل هما الاثنين دول حبايب جدا عمرو وانا. فقلت له يلا عمل اغنيتين. الثالثه قال لي لا خلاص الموضوع ده مش واكل همه. صح ولا غلط بغير على بابا جدا من رأي معجبات او ستات؟ ده بص عملت ايه. الموضوع بيبقى مستفز. ايه يعني اللي بيستفزك؟ ايه يعني قالت ايه؟ يعني مثلا في بيبقى ناس بتيجي تتصور معايا مثلا الموضوع بيبقى تاتشي، اوكي. فلا يعني انت بتعملي ايه هنا؟ لا الزمي انت مين؟ جوزك. انت فين؟ احنا فين؟ ايه؟ دي الشوجر دادي بقى، فاهمه كده؟ في جيل انا بقى شوجر دادي. انا بحترم مشاعرها جدا ومراتي كمان نفس الكلام. لان فكره ان انت بقيتي حد مشهور وحد بيتكلم في المشاعر والعواطف ففكره ان انت بتبقي بتلفتي النظر لناس كتير جدا. ففي ناس بتبقى الموضوع باندفاع. بعشم قوي. بيحصل بقى بتقابل في مول، بتقابل في حته، انا بتقابل كان في موقف وانا في المدرسه، كان عندي واحده صاحبتي عارفه مواعيد طياره بابا، ميعاد هو جاي امتى مصر، عامله جروب. عرفت بعد كده وانا مش فاهمه حاجه. وصول يحيى فؤاد من دبي. والله اساليها. والله دي فين؟ يعني بابا جاي النهارده. قبل ما ابقى يعني قبل ما اعمل اي حاجه ده في ثانوي عام يعني بدايه خالص. ففكره ان هنا طول عمرها الحته دي عادي مش قوي. هنا قوي هنا في حاجه لا مفيش طب حاجه. بتتصرفي ازاي يعني؟ ولا حاجه بقول له، او يعني ببقى زي غبسه تديها بغلس وش يعني اللي هو خلاص بقى كده خلاص الوش الصفر تمام. ده. صح ولا غلط هنا لما بتزعل قوي بتعاتب ومش بتعيط خالص؟
ايه ايه يعني عيوطه شويه، ممكن مش قدام عيوطة؟ شويه. آه. لا بس بس انت طول النقاش شغال لا ما بعيطش يعني. تبقى مثلا وانتي برضو عايزه حاجه بين ماشي البنات خلاص اعمليها يعني كده، بين انا موافقه البنات. انا موافقه. صح ولا غلط بابا ممكن يفكس لخروجه حلوه قوي عشان يقضي معايا يوم؟ اه مم. حلوه دي. ده حقيقي. يعني لو اولوياتي. سفريه اسكندريه مع لا صحابك لا عادي يعني بيع الدنيا. اولوياتي، لا لا خالص. هنا امتى تقولي في الحاله دي مش هسمح لبابا يعمل كده؟ يبقى موجود في مع المعجبات مش هسمح يحصل كده. طب امتى ممكن تبقى ديكتاتور وما تاخدش رأي هنا بس انت مصمم على رأيك؟ لو آه، عملت ايه؟ لو حسيت اسئلتكم بخطر، حلوه. لو حسيت بخطر ما بعرفش ما بعرفش. ايه مصادر الخطر يعني؟ هي مش مدركة اي مثلا إن هو خطر، اي خطر ممكن يقرب من ولادي ما فكرش. ما بعرفش. مم. ما بعرفش يكون عندي بقى، يعني ما بعرفش يكون عندي توازن، ما بعرفش يكون الهدوء عندي. لا والرزانة لا 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 لا. بابا بشر. عاطفي جدا على فكره، لا ده باين من عاطفي خلال الحلقة جدا قوي. يعني. بس فكرة ولادي خط أحمر، يعني بيتي مراتي ولادي الجزئية دي خط أحمر بالنسبة لي، أهم حاجة عندي، يعني بالنسبة لي مهمين جدا، من أول ياسين عهد هنا عمرو، مهمين. في أي خطر ببقى ما بعرفش، مشاعري بتتحرك لا صعب قوي، ربنا فمش يحميهم، هسمح. ربنا يحميهم ويخليهم لك يا رب. يا رب حسين يا يا رب. رب يا ويخليك رب ليهم. يا رب يا رب. بس قبل ما اختم بس الحلقة انا عايزة كده رسالة من كل حد فيك، وانا عرفت ان انت عندك رسائل كتير قوي. طيب أنا هوجه رسالة مم. لكذا حد. يلا بينا. هوجه رسالة للأب اللي ما بيشوفش ولاده، ما يعرفش عنهم حاجة ومتاخدين منه. خليك فاكر إن ربنا حق ومش هتتظلم، وافضل اعمل دورك كأب حتى لو أنت مش شايفهم. العيال دي هتكبر في يوم من الأيام وهتقارن مين الصح ومين الغلط. اوعى تنجرف وتروح تعالج الغلط بغلط. أرجوك اعمل دورك كما ينبغي من بعيد لبعيد. هوجه رسالة لأب مهتم بشغله قوي وناسي ولاده. أرجوك بلاش تفوق على مصيبة، بلاش تفوق على كارثة، بلاش اللي يفوقك فضيحة. ولادك مهم عندهم قوي 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 ان انت تسمعهم وتفهمهم وتقرب منهم. هوجه رسالة لأب هو مش قريب من ولاده. صدقني صدقني صدقني، العلاقة دي تستحق مجهود وطعم. العلاقة دي مهما أقولك قد إيه هو رائع وجميل، أرجوك جربه، جرب بس الطعم ده. عارفة لما تاكلي حاجة حلوة قوي تقولي لي بص جرب بس. نفسي تجربها. نفسي تجربها، نفسي كل أب بعيد عن ولاده يجرب العلاقة دي عاملة إزاي. هقول للأب وأم في خلافات بينهم في وسط ولادهم، لو الانفصال اوعوا تفهموا ان انتوا قاعدين عشان ولادكم شايفينكم قوي، ولادكم مجروحين قوي. لو انتوا مش متفاهمين ارجوكم بسلام وباحترام وبادب وبذوق، لان كان في بينا موده ورحمه، بهدوء نبعد عشان خاطر الولاد دول ما يطلعوش معقدين وتبقى انتوا سبب. هوجه رساله لام بتحرم اب من ولاده. اللي هتزرعيه هتحصديه. لو انت فاهمه ان انت بتكسبي ولادك باللي انت بتعمليه، في يوم من الايام هيترد لك، وانت اول واحده هتاخدي الوجع والالم منهم، لان انت بتربي اطفال قلبهم قاسي قوي. بتربي اطفال مهما كانوا بيبينوا لك ان احنا بنحبك، قلبهم قاسي قوي وقلبهم حجر، واول ما هيهجموا عليك انت، فخلي بالك ما ينفعش. والعكس صحيح طبعا. الاب اللي بيحرم ولاده من امه داين تدان، واللي هتزرعه تحصده.
وان اللي انت بتعمله النهارده وبتتكلم على مراتك، او انت بتتكلمي على طليقك، او انت بتتكلم على طليقتك، صدقني الولاد دول مش هينسوا الكلام ده، هيفضل في ودنهم حلقه في ودنهم، ومش هيرحموك لما يكبروا. بس هم محتاجين يشدوا حيلهم، هم محتاجين بس يشد حيلهم. هتكلم عن الزوج اخر حاجه. رسالتي لكل، لا قبل الاخير، لكل زوج وزوجه مفيش بينهم لغه حوار وفي بينهم عيال، لحد اخر يوم في عمرك ينفع العلاقه دي تبقى كويسه، ينفع. ولو بقت كويسه وبذلت مجهود فيها، حاول تبذل مجهود فيها، ولو مش نافع خليها باحترام تمشي. اخر رساله هوجهها لكل مراهق او بنت او ولد بيسمعني: لو انت ابوك مش جنبك، لو انت ابوكي وامك مش جنبك، ما تنتظريش منهم حاجه. اوقات كتير يا هايدي بنقعد منتظرين اب يبقى حنين، احتمال وهو على فراش الموت، ما بيحصلش. لو انت النهارده مستنيه ام تبقى حنينه، مش هيحصل. فبلاش الانتظار، لان اللي بيوجع مش اللي احنا ما بناخدوش، اللي بيوجع ده الانتظار. يعملوا ايه؟ اقفل الصفحه دي واعتبر ان الشخص ده حلوه الكلمه دي، معلش هقولها لك بقى، هشرحها لك بسرعه كده. والمفاجاه ان ربنا مش ظالم، ربنا جميل قوي. طبعا. فربنا هيحط حواليكي ناس يدوكي اكتر من الناس دي مدياكي. احنا بنبقى عندنا توقعات ان الباب لازم يفتح من ده، فبنفضل قاعدين جنب الباب ما بيفتحش وبننهار، مع العلم ان هو حط لنا ناس كتير جدا هتساعدنا وهتحبنا وهتاخد بايدينا وهتطبطب علينا، بس مش الناس دي. هو وهي ما كتب لهمش ان يكون عندهم عطاء، ما كتب لهمش. صح. فاحنا من قاعدين باحثين ايدينا خدنا احتمال. هو جايز بس عشان دي الحاجه المضمونه، يعني الاولاد بيبقوا طمعانين دي في ابوهم الحاجه اللي وامهم، عارفينها، مش عارفينها مضمونة. بس مضمونه. لا مش مضمونه. ليه مش بيبقوا مضمونه؟ هقول لك ليه مش مضمونه. لان انت قاعد مستني الراجل ده يقول انا بحبك، مستني يعتذر، مستني يقول لك حقك عليا، مش بيقول ولا هيقول، فانت قاعد مستني. تحترق. فاللي بيوجع الاحتراق. انا فضلت قاعد مستني 15 سنه لحد ما رحت استلمت ابويا متوفي وما اعتذرش. فاللي كان واجعني الاعتذار، مع العلم ان كان في ناس حواليا كتير جدا بيدوني دعم وحب واهتمام في وقت من الاوقات. انا كنت شايفهم، انا كنت منتظر استني الباب يفتح. فارجوكم لو اب وام ما بيدلكش، ما تنتظرش كتير، ودور على اللي ربنا بعته ليك بديل. معلش، هو ممكن هو اللي يبدا، يعني ممكن الابناء هي اللي تبدا. جايز الاباء مش متعلمه ده، صح، مش عارفه ممكن تعمل ده. ممكن يجرب يبدا، يجرب يقول انا بحبك، يجرب بس في يديله ناس فعلا تعاطف، بتبقى محتاجه ده بس مش عارفه تعبر. يجرب يديله تعاطف، يجرب. طبعا انا بتكلم على في اباء خلاص عندهم يعني. قسوه، في امهات عندهم قسوه، في اب ما بيسالش على اولاده، وبشوفهم عندي على الناس بتيجي تشتكي وما بيسالش ما تفضلش مستني الراجل ده، الراجل اللي هو ما بيسالش ما تفضلش مستنيه. حلو، حلو قوي. هنا اتفضلي. تقولي ايه او اوصفي مشاعرك كبنت قريبه لباباها لاب مش قريب لبنته. بصي، الموضوع اكبر من مادي قد ما هي اعمق بكتير في العاطفي والمعنوي. تمام. فانا علاقتي ببابا مش اللي هو انا عايزه او هاتلي او لا، علاقتي ببابا انا عملت، انا رايحه تعالى معايا نروح، طب ايه رايك، طب حابب ايه، طب انت حابه ايه. so much deeper عن اي وقت او اي علاقه الصراحه. طب تقولي له بنتك محتاجه ايه؟ وجودك، دعمك، دي اكتر اتنين. بصمتك، يعني هو عامل لي بصمه، في بصمه بالذات الدعم. ظهر، سند. هو اكيد اكيد. انا بحييكوا قوي 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 على الحلقه اللي كلها مشاعر دي. اتبسطتوا؟
جدا جدا. خدي بالك احنا اتكلمنا من القلب ولا محضرين حاجه خالص. ولا باصين في حاجه ولا دي احلى يعني حاجه. يعني انا مبسوط بجد، بشكرك جدا لان انت عرفتي تطلعي مننا من القلب حاجات تلقائيه جدا. ما عملناش حساب في كاميرات في اي حاجه، كان قاعده بيت. فانا الحمد لله. بشكرك على الاحساس اللي بيوصل للي قاعد قدامك ان هو قاعد في بيته. على راسي. والله انا بجد. اتبسطت قوي قوي قوي، وان شاء الله هتعجبكم وتعجب الناس كلها. ان شاء شاء الله الله. ان شاء الله ميرسي. باذن الله. خلصت حلقتنا وبيننا قعده.